كتجري، كتسعى وكتخدم، كدير جهد كبير، ولكن في النهاية كتلقى راسك ما مرتاحش، كتحس بفراغ داخلي أو شي تقل ما قادرش تهزو. كتسول راسك علاش هاد التعب وما كيناش حتى الراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي الغاليين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون اموركم هانية واحوالكم طيبة. معكم بشرى، نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم ان شاء الله. وما تنساوش ديروا اشتراك سريع للقناة باش نكملوا فيديو اليوم اللي غنهضروا فيه على تعب الروح. واش كتعرف ان التعب اللي كتحس به ماشي غير تعب الجسد وماشي غير تعب العقل، هادشي راه تعب الروح. تعب ما كيبانش للناس وما كيتشافش وما كيتقاش، ولكن راه حقيقي، كيخليك تصور راسك على المعنى ديال كاع داكشي اللي كدير في حياتك. اي واحد فينا كيحاول يعمر حياته بالنشاط، بالمشاريع، بالعمل، بالدراسة. كل يوم كيتسابق مع الوقت، مع الضغط، مع الرغبات ديالو. ولكن في هذا الركض المستمر كنساو النفس ديالنا، كنساو نتسائلوا شنو اللي فعلا مهم، شنو اللي كيعطي لحياتنا معنى. باش نتحصلوا على معنى لحياتنا لازم نكونوا عايشين في سكينة وطمأنينة. ولكن السكينة ما كتجيش بالعمل الجاد وما كتجيش بالإنجازات. السكينة هي شعور داخلي، إحساس بالطمأنينة، بالرضا، بالسلام مع راسك ومع ربي. إلا ما كناش كنشوفوا هاد السكينة في حياتنا، راه حيت القلب ديالنا عطشان المعنى. كتحس بعض المرات بحال راك في دوامة، كل ما كتزيد تجري كل ما كتزيد غير تعيا اكثر. كتقلب على النجاح، على الاستقرار، على الفرح، ولكن ما كتلحقش. المشكلة ماشي في الجهد اللي كتبذله، المشكلة راه في الطريقة اللي كتعيش بها، في النية ديالك، في القيمة اللي كتعطيها للحياة. كتلقى الناس اللي خدامين اقل منك ولكن كتلقاهم مرتاحين وضاحكين، وكتسول راسك علاش هو مرتاح وانا لا. الجواب بسيط، حيت هما عارفين باللي الحياة ماشي غير نجري ونجمع، حيتاش عارفين كيفاش يربطوا قلوبهم بالسكينة. وشحال من مرة كتوقف للحظة، كتسكت وكتسول راسك، واش هادشي اللي كنديرو فعلا كيخليني فرحان ومرتاح؟ واش هاد السعي كيعطيني معنى؟ واش انا حقيقي متصالح مع ربي ومع راسي؟ هذه هي اللحظة اللي كتولي فيها الحياة واضحة، اللحظة اللي فيها كتفهم ان كل تعب وكل ضغط ما عنده معنى بلا هدوء داخلي، وما عنده معنى بلا احساس بالرضا والسكينة. واش كتعرف باللي السكينة ما كتجيش بالسحر وما كتجيش فجأة، كتجي بالنية وبالوعي، كتجي بالقدرة على القبول الاشياء اللي ما قدرتيش تبدلها، بالإيمان بأن كل تجربة وكل تعب وكل فشل عنده درس، عنده معنى، عنده أثر على الروح ديالك. كنقولوا واحد الكلمة بزاف، رب العالمين ما كيضيعش أجر اللي كيخدم بالصدق. وهذه هي الحقيقة، الجهد اللي كتبذلو والخدمة اللي كديرو وكاع التعب اللي كتعيشوه ما غاديش يضيع. ولكن باش تحس بالسكينة خاصك توقف وتفكر وتعيش اللحظة وتشكر وترجع تواصل مع ربي ومع راسك. واش كتعرف باللي بعض المرات كنضغطوا على راسنا بزاف في اي حاجة غير باش ما نواجهوش الفراغ اللي في داخلنا، خايفين من الصمت ومن السكون ومن مواجهة الروح ديالنا. ولكن هاد الصمت وهاد السكون هو المفتاح، هو اللي كيعطي الروح فرصة تعاود ترتاح، فرصة تكتشف المعنى الحقيقي لكل تعب ولكل خطوة درتيها. وفاش تحس بالتعب ما تهربش وما تحاولش تكمل بالجسد فقط، وقف وركز على قلبك وعلى روحك. وغادي تحس بشي احساس جديد، احساس بالسكينة، احساس بالرضا، احساس بالسلام اللي كنتي كتقلب عليه كل هذا الوقت. تعب الروح ماشي عيب، ماشي خطأ، راه إشارة باش توقف، باش تشوف، باش تسول، باش تربط راسك بالمعنى الحقيقي. كل مرة تحس بالثقل، كل مرة تحس بالفراغ، هي دعوة، دعوة للسكينة ودعوة للوعي ودعوة للحياة اللي كتستحقها. فكر معايا دابا، واش كتجري على شي هدف حقيقي ولا غير كتجري بلا معنى؟ واش قلبك مرتاح؟ واش كيتعذب في كل خطوة؟ الحياة ماشي سباق بلا نهاية، الحياة هي رحلة للسكينة والمعنى. كل تعب، كل سعي، كل دمعة، كل جهد راه عنده قيمة، ولكن باش تحس بها خاصك توقف،
خاصك تشوف، خاصك تحس. خليك مع نفسك اليوم، مع روحك ومع قلبك، وعايش اللحظة. راه السكينة كتجي من الداخل ديالك، ملي كتفهم راسك وتصدق راسك ومن تواصل مع الخالق ديالك. الا حسيتي ان هاد النوع ديال المواضيع كيعطيك طاقة وكيعاونوك تلقى الاتجاه في وسط الدوامة، اشترك بالقناة وخلي كل فيديو يوصل لك كلمة كتفكرك انك ما محتاج ترتاح من الحياة، محتاج تلقى السبب اللي يخليك تبغي تعيشها من جديد. وما تنساش، العمل بالنية يقود دائما للنجاح.